السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد شعبان ودي قناة سيفتي ستيب. إيه الفرق بين ال WLL وال SWL؟ وإيه هو ال DAF؟ وهنفهم كمان يعني إيه ال BSI وال COG. كل ده في حلقة واحدة، يلا بينا. أول حاجة يعني إيه ال WLL؟ WLL اختصار ل Working Load Limit، يعني حد الحمل التشغيلي، وده ببساطة أقصى وزن ينفع ترفعه أو تشيله بالمعدة أو العنصر في أفضل ظروف ممكنة من غير ما يكون في رياح أو اهتزازات أو مفاجآت. يعني كأنك بتقول للمعدة لو كل حاجة ماشية تمام تقدر تشيل وزنها. طيب يعني إيه ال SWL؟ ال SWL اختصار لسيف Working Load، وده الحمل الآمن اللي ينفع تشتغل بيه فعليا في الموقع بعد ما نحسب الظروف اللي حوالين. يعني لو في رياح أو تربة مش ثابتة أو المعدة هتتحرك لازم ننقص شوية من ال WLL علشان نحافظ على سلامة الناس والمعدة. طيب بنحسب ال SWL ازاي؟ بنقسم ال WLL على حاجة اسمها ال DAF اللي هي Dynamic Amplification Factor، وده عامل أمان بيحسب تأثير الحركة الديناميكية زي الهزات أو التسارع أثناء الرفع، وده عمره ما بيكون أقل من 1، وغالبا بيبقى 1.3 1.3 أو 1.5 أو أكتر حسب الظروف. يعني مثلا لو ال WLL 10 طن وال DAF 1.5، يبقى 10 على 1.5 يساوي ال SWL حوالي 6 طن 66، وده اللي ينفع ترفعه بأمان. ايه هو البي اس اي؟ البي اس اي اختصار لباوندز بير سكوير ايدج، يعني رطل لكل بوصه مربع، وده وحده قياس الضغط في الرفع، بنستخدمه علشان نعرف الضغط اللي بيحصل على المعدات او على نقطه معينه اثناء التحميل. مثلا الرافعات اللي هي الجسريه بيكون عندها ضغط اعلى، يعني البي اس اي اعلى، اما الرافعات المرنه زي المتنقله بيكون عندها البي اس اي اقل بسبب مرونته. البي اس اي والدي اي اف بيكملوا بعض لان الاثنين بيقيسوا تاثير الديناميكيه، وكل ما زاد البي اس اي او الدي اي اف لازم تقلل الحموله اللي هترفعها علشان تبقى امان. طيب ايه هو مركز الثقل اللي هو COG اللي هو سنتر اوف جرافيتي؟ وده هو النقطه اللي بيتوازن عندها الحمل. يعني لو انا رفعت الحمل من النقطه دي هيفضل ثابت ومش هيميل ولا هيلف، لكن لو شلته من نقطه غلط الحمل هيبدا يلف ويتارجح، وده ممكن يعمل كوارث كبيره جدا. يبقى لازم تعرف مركز الثقل فين، ووزنه متوزع ازاي، وهل في حاجه تقيله ناحيه اكتر من التانيه ولا لا. كل ده عوامل لازم تتحسب علشان الرفع يكون امن. الخلاصه، اقصى حمل في افضل ظروف اللي هو ال WLL، الحمل الامن في الظروف الفعليه اللي هو SWL، عامل امان بيحسب تاثير الحركه اللي هو الدي اي اف، وحده قياس الضغط اللي هي البي اس اي، مركز ثقل ودي اللي بتحدد منه استقرار الحموله اللي هو السي او جي. دي كانت حلقه النهارده من قناه سيفتي ستيب، حلقه سريعه كده. اتمنى تكونوا فهمتوا الفرق بين ال WLL وال SWL وكل العوامل اللي بتاثر على حسابهم. لو عندكم اي سؤال او محتاجين شرح لحاجه تانية سيبوا لي تعليق تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه علشان توصل لكم الحلقات الجايه. انا احمد شعبان، اشوفكم على خير، وسلامه العمل دايما المقام الاول. سيفتي ستيب ده خطوه امان بتبدا بيك. السلام عليكم.